خلال السنوات القليلة اللي فاتت ظهر شرير جديد استطاع في وقت قياسي ان هو يفرض نفسه كواحد من اخطر اعداء عالم الدي سي. والمفاجأة ان هو ما كانش شخص جديد، بل هو بروس وين نفسه، او بمعنى اصح نسخة جاية من كوكب تاني كان معروف باسم ايرث 22، واللي اطلقوا عليه بعد كده لقب باتمان هو لافز او باتمان الضاحك، الكيان المرعب اللي خرج من اعماق الدارك مالتيفيرس، وده العالم اللي بتتجسد فيه اسوأ الاحتمالات الممكنة، واللي ظهر لأول مرة خلال حدث كان معروف باسم دارك نايتس ميتال في عدد دارك دايز ذا كاستنج ايشو نمبر 1. ومن اللحظة الأولى كان واضح إننا قدام كابوس حي ومش مجرد باتمان شرير. لكن الجزء المهم في القصة هو ازاي أساسا باتمان اتحول للنسخة المرعبة دي. ففي الكون المظلم ده لما الجوكر اكتشف سر هوية باتمان قام بقتل بعض أفراد أسرته قدامه، وبعدين الجوكر عرضه لغاز سام واللي شوه عقله بالكامل وأزال أي شعور أخلاقي عنده. ومن هنا نشأت النسخة دي واللي جمعت بين ذكاء باتمان القاتل وخطوط الجوكر وجنونه، وده هو أصل الشخصية وسبب تحولها لكابوس حي، لأنه نتيجة أفعال الجوكر المظلمة في الأرض الموازية باتمان الضاحك ما بقاش أبدا مجرد نسخة شريرة، بل تجسيد حقيقي لأقصى ما يمكن أن يحدث لو باتمان فقد مبادئه الأخلاقية بالكامل. ولو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش لو سمحتم تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد عن أسرار عالم الكوميكس والشخصيات المظلمة، وياريت تسيبوا لايك لو عجبتكم القصة. وفي العالم المظلم ده باتمان الضاحك بدأ مرحلة تطهير وحشية العالم كله ما شافلهاش مثيل، فهو شاف ان كل اللي حواليه يا اما فشلوا في حماية العدالة او بيمثلوا تهديد مستقبلي ليها، فقام بقتل افراد العائلة واحد ورا التاني بدم بارد، مستغلا طبعا معرفته الكاملة بنقاط ضعفهم وتحركاتهم. وبعدين اتجه لتصفية اغلب اعضاء رابطة العدالة بعد ما سبقهم بخطط ذكية عطلت قواهم او خلتهم يقعوا في فخاخ قاتلة. وحتى ما رحمش ابنه داميان اللي كان في نظره مشروع باتمان جديد، فقام بتعريضه كمان لغاز الجوكر مش علشان بس يعذبه، بل لإعادة تشكيله نفسيا وعقليا علشان يبقى تابع مطيع ليه بيخدم رؤيته المريضة للسيطرة والنظام. ومع تصاعد الأحداث الدموية دي لفت باتمان الضاحك انتباه الكيان الشرير برباتوس، وده الكائن القديم اللي مرتبط بعوالم الظلام والوطويط، واللي شاف فيه التجسيد المثالي لفكرة باتمان لما اتحرر تماما من الأخلاق والقيم، فتم تجنيده علشان يكون القائد الأبرز لقوى الدارك مالتيفيرس، وقام بموافاته بنسخ مظلمة تانية من باتمان، واللي كل نسخة فيهم كانت بتمثل فشل أخلاقي مختلف، من بينهم ذا روبن كينج، وده طفل نشأ على القتل لغاية ما ذبح عيلته كلها بإيده وبقى رمز لانعدام الرحمة، وباتمان سوراس ريكس، وده باتمان فقد إنسانيته تماما وتحول لوحش آلي بدائي، وكمان كاسل بات، ودي شخصية لجأت للسحر الأسود وقامت بتقديم ابنها كقربان في الطقوس المظلمة علشان تقدر إنها تحمي العالم بتاعها بقوة. وباتمو بيست، وده باتمان اتحولت روحه لكيان محبوس جوه مركبة قتل واعية، وبيبي باتمان، ودي نسخة مستنسخة قبل الأوان واللي كانت خالية تماما من التجربة الإنسانية لكنها متبرمجة على العنف والبقاء بس. والنسخ دي كلها ما كانتش مجرد تشوهات فردية، بل انعكاسات مباشرة لمخاوف باتمان المدفونة اللي قدروا ان هو يكبحها بالقانون والأخلاق، لكنها في مكان تاني وجدت طريقها للتحقق بدون قيود. ولما باتمان الضاحك انتقل للأرض الرئيسية بتاعتنا والمعروفة بالإيرث زيرو، ما كانش هدفه احتلال مدينة أو هزيمة بطل بعينه، بل كسر فكرة الأمل نفسها اللي كان بيقوم عليها الكون، وقام فعلا بإطلاق جيشه المظلم اللي مدعوم بطاقة الدارك مالتيفيرس، وده أدى لتشققات في الواقع وانهيار خطوط زمنية فرعية واختلال التوازن بين الأكوان، ومدن كاملة غرقت في الفوضى، وأبطال فقدوا قواهم أو إيمانهم بنفسهم، لأن وجود باتمان الضاحك ده في حد ذاته كان بيغذي الرعب وبيضعف الإرادة. وفي الآخر التهديد غير المسبوق ده هو اللي أجبر باتمان الحقيقي اللي احنا كلنا بنحبه على اتخاذ قرار ما اتخذوش قبل كده في حياته، وهو التحالف المؤقت مع الجوكر اللي موجود على الأرض الرئيسية.
مش ثقة فيه، لكن بل لأن الجوكر وحده هو اللي يقدر يفهم عقلية نسخة بتجمع بين عبقرية باتمان وجنونه هو نفسه في كيان واحد. والتحالف ده بس كان قايم على مجرد هدف واحد، وهو القضاء على النسخة المظلمة دون أي مصالحة أو تغيير في طبيعة العداء بين الطرفين. وفعلا خلال المرحلة دي اندلعت معارك ضخمة بين جيش الظلام وفريق العدالة، واللي ما كانتش مجرد مواجهات جسدية بل صراعات نفسية وفكرية. فالأبطال اضطروا لمواجهة نسخ مشوهة من أفكارهم وشكوكهم ومخاوفهم الشخصية. والقصة دي كشفت بوضوح ازاي ممكن لأعظم مخاوف البطل لو اتثابت بدون سيطرة ان هي تتحول لتهديدات كونية قادرة على تمزيق الواقع نفسه، مش مجرد هزيمة أعداء تقليديين. وفي أحداث يور اوف ذا فيلن باتمان الضاحك ما تراجعش، بل صعد خطته لمستوى أكتر خطورة. فهو بدأ في استخدام بعض أبطال الكون نفسهم كمصادر للطاقة المظلمة، إما عن طريق إخضاعهم نفسيا أو تلويثهم بسم الجوكر المعدل اللي اتصمم خصيصا لدمج الشر بالفكر البطولي. ومن هنا قدر يأسس فريقه المعروف باسم سيكريت 6، وهم أبطال سابقين تم تشويههم جسديا وعقليا علشان يبقوا أدوات بتخدم رؤيته بس مش مجرد أتباع. فالفريق ده ما كانش هدفه القتال بل تحطيم الرموز نفسها، فهو خلى الأبطال بيواجهوا نسخ فاسدة من نفسهم، وده اللي أدى لصراعات داخلية مدمرة وزاد من حدة التوتر ووصل العالم لحافة الانهيار الكامل. وبناء على الأحداث دي باتمان الضاحك قدر إن هو يرسخ نفسه مش بس كشرير تقليدي بل كتهديد وجودي، بيمثل النتيجة النهائية للي ممكن يحصل لو باتمان فقد خطه الأخلاقي والعقل بقى بدون ضمير والقوة بقت بدون عدالة. لكن بعد كده جه الحدث الأكبر والأعظم على الإطلاق، واللي ظهر في كوميك دارك نايتس ديس ميتال، واللي تم إصداره سنة 2020 لما ارتقى تهديد باتمان الضاحك لمستوى غير مسبوق، متجاوزا كونه مجرد شرير عابر على الأكوان علشان يبقى خطر صاحب طابع إلهي. ففي خلال الفترة دي كان اتمكن من السيطرة على جسد كان بيحتوي على قوة دكتور مانهاتن علشان يولد كيان جديد معروف باسم ذا داركست نايت. وده كان كائن بيجمع بين عقل باتمان الاستراتيجي وجنون الجوكر وقدرات شبه إلهية بتسمح ليه بإعادة كتابة الواقع بنفسه. وبالقوة دي بقى قادر على تحريف الزمان والطيران، بالإضافة لرؤية الاحتمالات المستقبلية وخلق نسخ مظلمة من الأكوان ووضعها بالكامل تحت سيطرته مستخدما طاقة الوجود كسلاح. وكمان هو ما اكتفاش بكده بل بدأ في استهداف مفاهيم كونية أساسية زي الأنتي كرايسيس انرجي والأنتي لايف إيكويشن، مش بس للسيطرة بل لبناء عالم جديد بالكامل، عالم بيخضع لرؤيته المظلمة واللي مفيش فيها اختيار واللي منعدم فيها الأمل، بل موجود فيها نظام مطلق بتحكمه إرادته لوحده. وكان هدفه النهائي إنهاء فكرة الأكوان المتعددة وإعادة تشكيلها في واقع واحد ثابت محدش يقدر إن هو يكسره. وخلال الديس ميتال برضه كان قام بإطلاق جيش جديد أكتر رعبا من أي وقت تاني، واللي شامل نسخ متشوهة زي دارك فلاشز وغيرها من الكيانات اللي كانت بتجمع بين سرعة مطلقة وفساد مظلم. وبدأ حرب كونية شاملة ضد الأبطال المتبقيين واللي ما كانوش بيحاربوا من أجل النصر بل من أجل بقاء الوجود نفسه. لكن مع تصاعد الفوضى بدأت كل الخطط تنهار قدام كيان كان شايف كل الاحتمالات وبيتحكم في مسار الأحداث. لكن في اللحظة الحاسمة وقفت وندر وومن وقامت بمواجهته بوصفها رمز للإرادة الحرة والشجاعة اللي ما بتنكسرش، واللي استخدمت سلاحها الأسطوري شين سو اوف تروث وهو تجسيد متطرف لقوة الحقيقة، وخاضت مواجهة كونية مباشرة مع الداركست نايت، وفي ذروة الصراع قدرت انها تدفعه نحو الديس صن، وده النجم اللي كان بيمثل نهاية كل الأشياء وبداية الفراغ المطلق، علشان تمحي وجوده بشكل نهائي وللأبد تقريبا، وبتتقفل الستارة على باتمان الضاحك كنهاية فعلية وحاسمة ضمن أحداث دارك نايتس ديس ميتال. ومع ذلك تبقى شخصية باتمان الضاحك رمز مرعب وتذكير باللي ممكن يحصل لو فقد البطل مبادئه الأخلاقية، وإن حتى أقوى التهديدات ممكن إنها تتهزم لما يتحد الخير لمواجهة الظلام مهما كان قوي، وإن أحداث يور ذا فيلن وديس ميتال كلها أحداث رئيسية في عالم الدي سي كوميكس،
واللي بتظهر تطور الشخصية دي من كابوس مظلم لتهديد كوني محدش ابدا كان يقدر ان هو يستهين بيه. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة، واتمنى ان هي تكون عجبتكم، وياريت تكتبولي في الكومنتات عن الشخصيات او القصص الحقيقية اللي انتوا حابين ان انتوا تسمعوا عنها في الفيديوهات اللي بعد كده. واستنوني المرة الجاية في حلقة جديدة من قناة مهووس معلومات، واشوفكم على خير ان شاء الله.